أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هو قانتنا آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. خير ما نفتتح به هذه الأمسية الربانية آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الأستاذ علاوي عبد الملك، فليتفضل مشكورا. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب. لله وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. باسمي وباسم جميع أعضاء جمعية الفتح نشكركم على حضوركم ونرحب بكم، ونتمنى أن تكون هذه الأمسية القرآنية قد حظيت بإعجابكم. وباسمكم جميعا نشكر ضيوف الكرام، تقبل الله منهم حضورهم وجعل في ميزان حسناتهم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا الأخ سي عبد المجيد. لتنشيط فقرات هذه الأمسية القرآنية معنا مجموعة من الضيوف الذين أتونا من بلدان مختلفة. معنا ابن مدينة عرفود الدكتور محمد الحفظاوي، وكذلك الدكتور عبد الكبير حميدي وهو ابن مدينة قرامة. معنا كذلك عصفور محمد موهبة في القرآن الكريم. ومعنا كذلك ابن جمعية فضاء الفتح التلميذ سهيل العزوزي. وجاءنا من قرامة الطالب المقرئ رسوع الجليل، فنرحب بهم جميعا في هذه الأمسية، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم جميعا حضورهم هذا. حمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا
ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأفضل وإمام الشاكرين وسيد المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين آله وصحبه أجمعين، على من صار على دربهم اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري يا أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأبارك لكم حلول العشر الأواخر من رمضان، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر الفضيل إن شاء الله. قبل الكلام عن القرآن ورمضان، علاقة القرآن برمضان، لا نستطيع أن نتجاوز ما تعيشه الأمة اليوم. ما غاديش نقدروا ندوزوا على هذه الملحمة البطولية التي تصدرها السواعد المتوطئة في غزة العزة. الشيء اللي كيوقع في غزة العزة هو ملحمة بطولية من الجهاد ومن الصمود ومن الثبات ومن التضحية ومن إعادة القضية الفلسطينية، إعادتها إلى هويتها وإلى طبيعتها وإلى مفهومها الصحيح. يتأكد مع كل قطرة دم تسقط ومع كل شهيد يرتقي في كل يوم، يتأكد أن طريق النصر طريق مخضب بدماء الشهداء، وأن طريق تحرير المسجد الأقصى لا يكون إلا من طريق الجهاد. وفعلا مؤلم أيها الإخوة والأخوات، مؤلم هذيك الأحداث اللي كنشوفوا من قصف المنازل، وما بقيناش كنشوفوا يعني شهداء أفراد، إنما ولينا كنشوفوا عائلات بأكملها تستشهد، عائلات بأكملها تحت القصف الصهيوني الهمجي. ولكن في وسط هذيك الأحداث المؤلمة تظهر قبسات من نور، وكتظهر مبشرات من نور، مثل أم عصام البطش. أم عصام البطش المرأة التي فقدت 18 من أسرتها، فلما سئلت قالت: الحمد لله
الذي أكرمني بشهادتهم وقالت إننا مع المقاومة إلى آخر رمق وإلى آخر فرد من عائلتنا. اليوم أيها الإخوة والأخوات، هذا الشيء اللي كيوقع في غزة فعلا معبر جدا، معبر جدا. الصف الإيماني تخلص من كل الشوائب. هذوك الناس اللي يقاومون اليوم لا يقاوم في غزة اليوم إلا سواعد قاهرة متوضئة، إلا قلوب ترفع شعار لا إله إلا الله. الصف الفلسطيني ولا صف صافي خالص، ما بقاوش فيه العملاء، ما بقاوش فيه الخونة، ما بقاوش فيه مثبطو العزائم. الصف ولا صف خالص. وتخلى العالم عن القضية الفلسطينية، وتخلى العرب عن القضية الفلسطينية، كلها إن شاء الله أمارات النصر الآتي من عند الله. الله تعالى بخار باش هذه القضية يكون الناس يتبعوا 100% أن النصر من عند الله. ما باقي لا مصر ولا الجامعة العربية الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. ايوا هو النبي صلى الله عليه وسلم عطانا 4 ديال الأصناف ديال الناس يختاروا الناس بشر. اللي بغى يكون أطرجة خصو شوية ديال المجهود ليكون صاحب إيمان وصاحب خلق وصاحب قرآن. اللي بغى يكون تمرة كيكون بلا أخلاق ولكن الحفظ والود. بغى يكون ريحانة يعتني بالحفظ ويهمل العمل والالتزام والخلق. إذا بغى يكون حنظلة والعياذ بالله هذا يهمل، ما كاين لا خلق لا عمل لا قرآن. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذه العشر الأواخر من رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. موعظة في قالب فني. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. للناس لعلهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. آمنت بالله صدق الله العظيم. الجليل نتمنى الله عز وجل أن يتقبل منهم جميعا. كما نشكر بالمناسبة الإخوان الكرام والأخوات الفضليات على الصبر ديالهم في هذه الأمسية الربانية. والكلمة الآن للأستاذ السي عبد الكبير كيدعو معنا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وقلبا خاشعا ويقينا ثابتا وعلما نافعا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم إنا ضعفاء فقونا وضالون فاهدنا وجاهلون فعلمنا وفقراء فقرنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا أو إلى أحد من خلقك فإنما تكلنا إلى ضعف وهوان وخطيئة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا
وجلاءه مؤمنا وأخوه مؤمنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اصلحنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن واجمع شملنا بالقرآن ولم شعثنا بالقرآن. اللهم اجمع شمل المسلمين بالقرآن ووحد كلمتهم بالقرآن وانصرهم على عدوهم بالقرآن. اللهم ارفع شأنهم بالقرآن. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه وليك ويذل فيه عدوك. اللهم إنا نسألك لهذا البلد اللهم جنب المغرب الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل المغرب سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين أمير المؤمنين. اللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين. اللهم أري الحق حقا وارزقه اتباعه وأريه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم هيئ له البطانة الصالحة المصلحة التي تعين على إقامة الدين ومصالح المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين وكلمة الذين كفروا هي السفلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك لإخواننا في غزة ونحن في هذه الليلة المباركة في العشر الأواخر من رمضان. اللهم كن لهم، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم ثبت قلوبهم. اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم أسلموا لعدوهم فلا تسلمهم. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا في اليهود يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم اهزم اليهود، اللهم شتت شملهم، اللهم يتم أطفالهم ورمل نساءهم وشتت جموعهم فإنهم ظالمون معتدون غاصبون. اللهم إنا نسألك لهذا الجمع الطيب المبارك، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا منه سالما من الشر معصوما ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي كالرضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لإخواننا المشرفين على هذا النشاط والحاضرين في هذا الجمع، نسألك للجميع السداد والرجاء والهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.